صاحبتي قالت لي اتحداكي ان كنت جربتيها او دقتيها في اي حته، وانا بحلف بالله ان انا فعلا ولا جربت طعمها الحلو ده ولا دقتها في اي حته. الطاسه دي حرفيا هتدوبي كده في طعمها. بصي ده كده اختراع، حاجة كده تجنن، لازم تجربيها، لازم بجد تجربيها، لان بجد فيها مكونات وحاجات انتي مش هتتخيلي احنا عملناها ازاي. اول حاجة في وصفتنا البطل اللي فيها هو البتنجان. هنجيب البتنجان بتاعنا ونشوحه كويس جدا، وبعدين نحطه كده في طبق جنبنا بعد ما يتشوح وياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. وطبعا البتنجان بتاعنا متقطع زي ما انتوا شايفينه كده مكعبات صغيرة. في نفس الطاسة بالظبط هنزود شوية من الزيت وننزل بيه مكعبات من البطاطس ونشوحها برضو او نحمرها شويه صغيرين. وبرضو اول ما بتتشوح كويس وتتحمر معانا هنحطها برضو على البتنجان زي ما انتوا شايفين كده، ونبتدي نحط باقي المكونات بتاعتنا. هنحط بعد كده مكعبات من البصل نحمرها برضو كويس، وبعد كده ننزل بيه مكعبات متقطعه من الفراخ، وننزل عليها بيه فلفل رومي من العادي زي ما انتوا شايفين كده، ونقلب كويس ونشوحها كويس جدا. ننزل دلوقتي بالتوابل وهي عبارة عن بابريكا، ملح وفلفل وتوابل فراخ، ونشوح بقى برضو الفراخ مع البصل مع الفلفل الأخضر لحد طبعا ما تاخد التسوية بتاعتها الكاملة. طبعا لازم الفراخ تاخد تسويتها الكاملة وتتشوح كويس جدا يا جماعة. دلوقتي هنزل بيه نص معلقة صغيرة من الثوم، ده كده نص معلقة صغيرة من الثوم، وبعد كده هنزل بيه طماطم مضروبة في الكبة او ابشريها على ايديكي او قطعيها عادي مكعبات صغيرة، وتسيبي كل الكلام ده بقى يتسبك مع بعضه. انزلي بقى بالبتنجان مع البطاطس مع كمان الفراخ والفلفل والبصل، وكل الكلام ده يتسبك كله مع بعضه. شايفين بقى منظرها ده كده شكلها بعد ما خدت تسوية كويسة جدا. هنزل بقى على طول بميكس من الجبن، بتودي الوصفة في حتة تانية خالص. لازم بجد تعملي الوصفة زي ما انا عاملاها بالظبط، هتاكلي صوابعك وراها حرفيا. الطاسة دي هتعتمديها وهتعمليها على طول. عاوزة اقول لكم كمان ان انتي ممكن تعمليها في صينية وتقدميها كده في السفرة كده بتاعتك بنص كيلو فراخ، هتعملي وليمة لولادك. زي ما انتوا شايفين بقى كده شكل الطاسة. بصوا كده السوا كله دايب مع بعضه. هنطلع بقى في الطبق كده وناكل. اللهم بارك، حاجة تحفة يا جماعة، بجد لازم تجربوها. البتنجان مودي الوصفة في مكان تاني خالص. شايفين شكلها بجد يشهي. لو عجبك الوصفة ما تنسيش تشيريها مع كل اصحابك، وكمان متابعة لصفحة دينا بالفتوح واعجاب. شايفين بقى اللقمة والله يا ريتكم كلكم جنبي وانا اكلكم من الطاسة الحلوة دي. ما تنسيش لو عجبك الوصفة لازم تشيريها مع كل اصحابك عشان الكل يستفاد، وكمان ما تنسيش تكتبي لي بتتابعيني من اي بلد عشان ده بيفرحني جدا. مع السلامة.